بسم الله الرحمن الرحيم. بالكابوس عبد الرحيم كما العاده، ولو اننا غبنا على الساحه، على الفيديوهات وعلى الفضائح ديال بعض المؤسسات ولا بعض الجهات المعنيه. اليوم رجعنا من اجل التنديد على المأساة اللي تعيشوها ابناء المغاربه بسبب الدراجات الناريه صينيه الصنع. في بني ملال ولا في المغرب كامل ولات مأساة، ولات حرب الطرقات. الوقت اللي كانوا الناس يقولوا هذاك سكران على طوموبيل ودار كسيده، ولا هذاك خالف القانون ودار كسيده، ولينا الان ولينا تنشوفوا ان اصحاب الدراجات الناريه صينيه الصنع اصبحت تحصد الارواح ديال الشباب بالاخص والناس الكبار. احنا تنشوفوا ميت في مات تيقولوا ضربوا موتور ولا مول الموتور طاح ولا لدرجه كاين نهار تيكونوا فيها جوج الناس ولا ثلاثه ديال المطر ميتين، وتمشي لقسم الانعاش ولا بيت الخطر كما تنقول تلقى فيه الناس ديال المطر، تمشي للسيرفيس ديال العظم تلقى الناس ديال المطر. يعني هذه مأساة. هنا تنقولوا فين الدور ديال الامن مع ديال الدرك بكل صراحه. توكور السي حرام والسي الحموشي خصهم يعطيو الاوامر ديالهم ويطلقوا يد الناس باش يخدموا. للاسف البارح شفنا في الفيسبوك مول الموتور جا مكسيري ضرب شرطي لاحو وسط الشانتيك، لاحو ربما هذاك السيد الى جا الله من عمره غادي يكون مشى لشي سيرفيس اخر ديال شي سبيطار. اما لا ما جاش الله غادي يكون في الانعاش. هذا ماشي عار، هذه بساله، هذه قباحه، هذا تهور. وهذا التهور شكون اللي داروا السبب ديالو؟ هو الناس ديال الامن والناس ديال الدرك بكل صراحه. علاش؟ المسؤولين، ماشي نقول انا اللي في الطريق. لاننا مؤخرا كنا في المقبره الاسلاميه في بني ملال في ولادريد، وجاي واحد ليفرور وحبسوا شرطي من درجه ضابط ممتاز ديال المرور، حبسوه باش دوز الجنازه. وكان غيضرب هذاك الشرطي لولا فضلوا عليه انه هو كان غادي يكون في الانعاش، وراوغو وهرب الشرطي وبسرعه باش جاي وداز بين الطوموبيلات ديال الجنازه وزاد في حالته. يعني هاد الناس لا الليفرورات تيديروا لك الصنادق اش هز فيهم؟ ربما راه يكون تيحول شي حاجه اللي غير ممنوعه، والله اعلم. انا ما تنتهمهمش، ما تنشوفش اصابع اللي تمانهم تيتجروا في هذا الشيء، ولكن ملي ما تيبغيش يمتثل وهو ريغلومونتير يعني كاين شي حاجه تما. بالنسبه لهاد الناس هادو اللي ولاو بالماطر، لا بيرمي لا كاسك لا اوراق لا والو، والبوليس ما تيشدوهمش والجدريه ما تيشدوهم. يعني هنا راه ولات شي هضره اخرى كاينه، ان الناس الكبار المسؤولين الكبار ديال الامن وديال الدرك عاطيهم بالفلفل لهذوك الدراري يديروا ما بغاو، لان ولات هذه اهانه للناس ديال الامن والناس ديال الدرك. علاش ما تعطاش الاوامر ويتزير عليهم الخناق؟ البيرمي والاوراق ولا تصاب الدري قصير باه اللي يتعاقب. بارك من ديك الرعفه ديالت ما هذا ما عندوش ولا هذا تنعرفه ولا الا شي راجل كبير غادي بعقله وخدام وجاي من خدمته الغالب الله عليه. ولكن بالنسبه لهذا الشيء ديال الدراري اللي المراه تدير الميناج في شي بلاصه ولا تدخل شي بلاصه ولا البو وتيقول لك بغيت نخنت ولدي، اسيدي لا شريتي لولدك موطور شري ليه كفن، كون على يقين ان ولدك راه غادي يدير مصيبه، اما غادي يموت واما غادي يقتل. ها واحد السيد البارح حدا غرناطه، هاد شي اسبوعين هادي حدا غرناطه ضرب راجل خمسيني ولاحو بركاو وبقى في الانعاش حتى الولد البارح مات منا واحد ديال البروج مسكين. اشنو دير بهذا الراجل؟ خلى وليداتو يتامى. علاش بالضبط هذا التهور هذا؟ انا تنطلب من السي الحموشي والسي حرامو في هذه العواشر هذه، وناشدكم بالله عتقوا الارواح ديال الناس اللي تيموتوا في الطرقات بسبب المطر. عطيو الضوء الاخضر. خليني من شي هيئه حقوقيه تقول لك لا ما يتحبسوش المطر ولا الحريه هذه. انا اتحدى اي واحد يعارض هاد الناس هادو الى طبقوا القانون على هاد الموالين المطر. شكرا لكازا بريس والسلام عليكم.